مثلا العصب بتاعي حس بوجع، وبعد ما حس بوجع ما خدش حركه، يعني خد علاجات وما خدش اجراء مع الدكتور، وشويه بدا يحصل تورم بسيط، خد علاجه برده مشي، او راح عالج حاجه بسيطه وما كملش، بدا الالتهاب يزيد لحد ما وصل للعصب، والعصب دي اخر مرحله في الالتهاب. في مريض يكون عنده سوسه واصله في العصب وهو مش حاسس بالم، فاهم ازاي؟ فيقول لك لا انا مش حاسس بالم، ازاي واصل عصب؟ ما هو انت مش لازم تحس بالم، الالم دي اخر مرحله في الالتهاب، فمش لازم توصل لاخر مرحله عشان تتحرك. طالما في تسوس واصل عصب ممكن يكون وصل للالتهاب وممكن ما يكونش وصل للالتهاب، فطالما حصل الم يبقى انت حصل عندك التهاب العصب. طب لو انا اهملت في الالتهاب ده او في الالم ده، بيحصل الخراج بقى، اللي هو ايه؟ لو التهاب عصب، العصب عباره عن نسيج دموي بيحصل له تعفن نتيجه الخراج الموجود او نتيجه البكتيريا الموجوده. لما بيحصل تعفن بيبتدي يجمع صديد، خلاص انا عصب ميت جوه السنه نتيجه تسوس موجود فعمل صديد، تمام؟ اللي هو الخراج. وشك يورم بقى، ياثر على اسنانك، السنان تلخلخ، يعمل تاكل في عظم الفك، يورم اللثه، يعمل ريحه مش حلوه، يبقى المريض كل شويه وشه يورم ايا كان مكان الخراج، ممكن يورم تحت عينه، ممكن يورم تحت دقنه. وعشان تعالج الخراج ممكن تبدا بحاجات بسيطه قوي، اللي انت مجرد ايه؟ تعمل حشو عصب او تخلع ضرس. لمرحله متاخره، ان ممكن الخراج يوصل لمراحل متاخره يوصلك انك تروح مستشفى، ان ممكن يوصل هنا يخلي الموضوع يورم قوي، بنسميه لود فيجز انجينا، اللي هو الموضوع متورم فمحتاج يتحجز في المستشفى، بس دي مراحل متاخره جدا نتيجه اهمال المريض. لما يتحجز عشان يعرف يتنفس بس بناخد امرجنسي تريتمنت او علاج طوارئ عشان يعرف يتنفس. شوف وصل لمرحله ايه. انا مش عايز اتعمق في موضوع الخراج بس هو موضوع كبير جدا.